احنا دلوقتي في صباح 14 فبراير سنة 1945. المكان البحيرات المرة في قناة السويس بمصر، وتحديدا على ظهر المدمرة العسكرية الأمريكية USS كوينسي. كان بيحصل اجتماع بين راجلين ظاهريا مفيش ما بينهم أي حاجة مشتركة على الإطلاق. من ناحية الرئيس الأمريكي فرانكلين، ومن الناحية التانية ملك عربي مهيب الطلة لابس عبايته وقاعد في غرفة متغطية بسجاد عربي أصيل اتفرش مخصوص على ظهر السفينة الحربية للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. لكن اللقاء ده ما كانش مجرد لقاء تعارف بروتوكولي، اللقاء ده كان هو عقد التأمين الأكبر والأخطر في العصر الحديث. اللقاء اللي رسم حرفيا خريطة الشرق الأوسط وشكل النظام الاقتصادي العالمي اللي أنا وإنت عايشين في ظله ومربوطين بيه لحد اللحظة دي. الرئيس الأمريكي كان بيبص للملك عبد العزيز وعينه على حاجة واحدة بس: الطاقة. أمريكا خارجة من الحرب العالمية التانية كأكبر قوة عظمى، اقتصادها بينفجر من النمو ومحتاجة بترول، محتاجة كميات مرعبة من الطاقة. وفي المقابل الملك عبد العزيز كان بيبص للرئيس الأمريكي وعينه على بناء الدولة وتأمينها. الملك بعقليته البرمجاتية كان عارف كويس إن البترول اللي نايم تحت الرمل ده ملوش أي قيمة من غير تكنولوجيا حديثة تطلعه، واستثمارات ضخمة تبني بنية تحتية، والأهم قوة عظمى تحميه من أطماع الإمبراطوريات العجوزة زي بريطانيا اللي كانت بتعتبر الشرق الأوسط العزبة بتاعتها. بس هنا يا صديقي لازم نقف ونسأل سؤال مهم جدا: ازاي الراجل اللي قاعد بيفاوض أقوى رئيس دولة في العالم الند للند وبيمضي معاه تحالفات هتغير مجرى التاريخ بدأ حياته قبلها بشوية سنين وهو لاجئ سياسي مطرود من أرضه وما يملكش أي حاجة؟ ازاي قدر راجل واحد بدأ رحلة استعادة ملكه ب40 مقاتل بس إنه يجمع قبائل متناحرة شغلانتها الأساسية الغزو، ويسيطر على مساحة أرض بتكسر حاجز ال 2 مليون كيلومتر مربع، يعني تقريبا قد مساحة أوروبا الغربية كلها، شبه الجزيرة العربية من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء والتابعين. حصل فيها أحداث وتغيرات خلتها تتحول من مركز قيادة العالم الإسلامي لخطوط ترانزيت تجارية معزولة ومجتمعات بتكافح عشان تعيش. يا ترى إيه اللي حصل بالظبط في قرون الفراغ دي، وإزاي الناس دي كانت بتدير اقتصادها قبل النفط، وليه آل سعود بالذات هم اللي قدروا يجمعوا الشتات ده كله تحت راية واحدة؟ في الحلقة الملحمية دي احنا هنحكي قصة بناء دولة من الخيمة لغاية مجموعة ال20 الكبار. خلينا ناخد خطوة لورا ونرتب أفكارنا بهدوء. وأنا أحمد شحاتة وده نفس الأثر. عشان نفهم الليلة دي بدأت إزاي تعالى نرجع بالزمن لورا شوية حلوين، تحديدا لفترة ما بعد عصر الخلفاء الراشدين. كلنا عارفين إن شبه الجزيرة العربية وتحديدا مكة والمدينة كانوا هم مركز الثقل وشرارة البداية والعاصمة اللي بتدير إمبراطورية إسلامية بتتمدد بسرعة مرعبة وبتاكل الإمبراطوريات اللي حواليها زي الفرس والروم. لكن فجأة وبدون مقدمات طويلة مركز الخلافة ده اتنقل. الأمويين خدوا العاصمة وراحوا بيها على دمشق، وبعدهم العباسيين شالوا العزال وراحوا أسسوا عاصمتهم في بغداد. في المدارس دايما بيشرحوا لنا إن الانتقال ده كان لأسباب سياسية وصراعات على الحكم، وده فعلا جزء من الحقيقة لكنه الجزء السطحي. لو بصينا للموضوع بعدسة الاقتصاد هنكتشف إن انتقال العاصمة كان في الأساس هجرة اقتصادية حتمية. الحسبة بسيطة جدا يا صديقي: الإمبراطورية اللي بتكبر دي محتاجة جيوش نظامية ضخمة، والجيوش دي محتاجة أكل وشرب ومرتبات وتسليح، محتاجة جهاز إداري معقد، محتاجة دواوين وموظفين. شبه الجزيرة العربية بطبيعتها الجغرافية الصحراوية القاسية ما كانش عندها القدرة الاستيعابية ولا الموارد الزراعية اللي تكفي لإعاشة إمبراطورية ضخمة بالحجم ده. عشان كده الخلافة كان لازم تروح تقعد في قلب سلسلة الغذاء جنب أنهار دجلة والفرات في العراق، أو في قلب الأراضي الخصبة في الشام. طب وإيه اللي حصل للجزيرة العربية بعد ما العاصمة مشيت؟ اللي حصل إن شبه الجزيرة العربية دخلت في حالة بنسميها في الاقتصاد السياسي فراغ السلطة المركزي، اتحولت لمجرد خط ترانزيت. تخيل معايا كده إنك عايش في قرية، والقرية دي فجأة اتعمل جنبها طريق سريع دولي بيعدي عليه بضايع بملايين. القرية بتاعتك هتتحول لمجرد استراحة على الطريق السريع، وده بالظبط اللي حصل. الجزيرة العربية بقت هي المعبر الرئيسي لطريق البخور والتوابل وطريق قوافل الحج اللي بتيجي من كل مكان راح لمكة. وفي ظل غياب حكومة مركزية تصرف على الناس دي وتعمل تنمية لسكان الجزيرة، اتقسموا لجزئين رئيسيين عشان يقدروا يعيشوا. الجزء الأول مجتمعات الواحات والحضر، ودول الناس اللي لقوا بير مية جوفية أو واحة فيها شوية زرع فقرروا يستقروا فيها، بنوا بيوت من الطين واعتمدوا على زراعة النخيل، وهنشرح كمان شوية ليه النخيل بالذات. ودول بقوا بيمثلوا مراكز الخدمات أو الاستراحات اللي على الطريق، بيبيعوا الأكل والشرب لقوافل التجارة والحجاج، بيشتروا منهم بضايع جاية من الهند أو الشام. الجزء التاني بقى البدو الرحل، دول بقى اللي عايشين في قلب الصحراء القحلة،
وهنا لازم نهدم صنم درامي وصورة نمطية كبيرة جدا. الدراما دايما بتصور البدوي على إنه شخص عنيف بطبعه، بيحب الدم وشغلته يغزو القبائل التانية عشان دي هوايته. لكن الحقيقة الاقتصادية مختلفة تماما. البدو كانوا عايشين في نظام بنسميه اقتصاديات الندرة. الصحراء مفيش فيها أي شبكة أمان اجتماعي. لو المطر منزلش العشب مش هيطلع، وبالتالي الإبل والأغنام بتاعتك هتموت، وده معناه إنك حرفيا هتموت من الجوع. مفيش بنك تروح تاخد منه قرض، مفيش حكومة تصرف لك إعانة بطالة. عشان كده ظهر نظام الغزو. الغزو عند القبائل البدوية ما كانش مجرد جريمة جنائية، ده كان ميكانيزم اقتصادي لتوزيع الثروة. القبيلة اللي بتجوع بتغزو القبيلة اللي عندها إبل أكتر عشان تعيش، والسنة اللي بعدها القبيلة المضروبة دي لو جاعت هتغزو قبيلة تالتة، وهكذا. كانت دورة اقتصادية مغلقة مبنية على البقاء للأقوى. ومش بس كده، القبائل القوية اخترعت نظام ضريبي خاص بيها اسمه الخوة، جاية من الإخوة. ده عبارة عن فلوس أو محاصيل بتدفعها القوافل التجارية أو سكان الواحات للقبيلة البدوية القوية، مقابل إن القبيلة دي تحميهم من غزو القبائل التانية. ده نظام أشبه ببوليس التأمين إجبارية، أو لو حابين نكون صراحة أشبه بنظام الحماية اللي بتفرضه العصابات، لكنه كان مقنن ومعترف بيه كعرف اقتصادي لضمان استمرار الحياة في بيئة شديدة القسوة. الفراغ ده خلق حالة من الفوضى الاقتصادية الشاملة استمرت لقرون. مفيش جيش موحد، مفيش حدود واضحة، وكل قبيلة أو مدينة هي عبارة عن دولة صغيرة لها أميرها وقوانينها. العبث الاقتصادي ده وصل لدرجة إن شبه الجزيرة ما كانش فيها عملة نقدية موحدة. الناس كانت بتتعامل بأي فلوس تقع في إيديها. يعني ممكن تروح تشتري جمل تلاقي البايع بياخد منك الريال الفرنسي، ودي عملة فضية نمساوية عليها صورة الإمبراطورة ماريا تريزا، كانت منتشرة جدا في التجارة العالمية. أو تدفع بالروبية الهندية اللي جاية مع تجار الخليج، أو بالعملات العثمانية اللي جاية مع الحجاج. وسط كل العزلة دي والفراغ السياسي والاقتصادي اللي مبني على حافة الموت، كان لازم الناس دي تخلق مصادر دخل مستدامة عشان ما تختفيش من على وش الأرض. إزاي قدروا يطوعوا أقصى بيئة في العالم عشان تطلع لهم فلوس؟ وإيه هي القطاعات اللي كانت بتمثل بترول ما قبل البترول؟ هنا احنا محتاجين نفتح دفاتر الحسابات القديمة، وتحديدا لثلاث قطاعات مرعبة: اقتصاد الحج، التمر، واللؤلؤ. ممكن اطلب منك طلب صغير يا صديقي؟ خبطة لايك سريعة منك بتساعدنا جدا ان المحتوى المتعوب عليه ده ينتشر ويوصل لغيرك. مفيش مجتمع بيقدر يعيش لقرون من غير ما يخلق لنفسه نموذج عمل يتأقلم بيه مع البيئة دي. الناس دي خلقت اقتصاد حقيقي ومعقد، اقتصاد نقدر نسميه اقتصاد البقاء. وقبل ما تظهر شركة أرامكو وتدق أول بير نفط، اقتصاد شبه الجزيرة كان قايم على 3 أعمدة رئيسية متوزعين جغرافيا بعبقرية شديدة: اللؤلؤ في الشرق، التمر في الوسط، والحج في الغرب. تعال نمسكهم عمود عمود ونحللهم بلغة الفلوس. واحد، اللؤلؤ اللي هو نفط الشرق وأول سلاسل الإمداد. على سواحل الخليج العربي وتحديدا في منطقة الإحساء والقطيف اتخلق واحد من أعظم النظم الاقتصادية في العالم وقتها: صناعة الغوص على اللؤلؤ. الموضوع ما كانش مجرد صياد بينزل يرمي شبكة ويطلع، دي كانت سلسلة إمداد عالمية متكاملة. عشان تطلع لؤلؤة من قاع الخليج وتوصل لرقبة أمير في لندن أو مهراجة في الهند، كان في هيكل وظيفي صارم جدا. الصناعة دي ما كانتش مجرد شوية صيادين، دي كانت بتشغل جيش من العمال بيوصل ل 80 أو 90 ألف راجل في الخليج العربي، وبتمثل تقريبا 90% من إجمالي صادرات ودخل المنطقة قبل البترول. المنظومة دي بتبدأ من تحت خالص بالغيص، ده اللي هو الغواص اللي بينزل لقاع البحر وهو شايل عمره على كفه من غير أكسجين ولا معدات، مجرد مشبك على مناخيره وحجر تقيل مربوط في رجله عشان ينزله بسرعة. وفوقه في المركب السيب، الراجل اللي ماسك الحبل ومسؤول انه يسحب الغيص اول ما يديله اشارة قبل ما يموت مخنوق. وفوق العمال الكادحين دول بيجي النواغزة، وده قبطان المركب والمدير التنفيذي للعملية، وغالبا بيكون هو صاحب رأس المال كله. وفوق النواغزة بيجي الطواش، وده التاجر الإقليمي اللي بيشتري اللؤلؤ من النواغزة في عرض البحر وبيفرزوا وبيبيعوا لتجار أكبر في بومباي في الهند اللي بدورهم بيصدروه لباريس ولندن. 2، اقتصاد التمور، العملة المشفرة للصحراء. ندخل بقى لوسط الجزيرة العربية. النخلة في نجد ما كانتش مجرد شجرة بتجيب فاكهة، النخلة دي كانت مصنع متكامل. بس ليه التمر بالذات هو اللي سيطر على اقتصاد المنطقة دي؟ اقتصاديا التمر هو الوجبة المثالية للنجاة، سعرات حرارية عالية جدا، والأهم من ده فترة الصلاحية. التمر كان ممكن يتجفف ويتخزن لسنين من غير ما يبوظ، وده كان بيخليه السلعة الاستراتيجية الأولى. التمر كان قوي لدرجة إنه تحول لعملة في نظام اقتصاد المقايضة اللي كان سائد. كنت تقدر تشتري بالتمر أي حاجة، والقبائل البدوية كانت بتيجي تشتري التمر ده في مقابل السمن واللحم والصوف اللي بينتجوها من رعيهم للإبل والغنم. 3، اقتصاد الحج أو النفط قبل النفط.
نروح بقى للغرب، إقليم الحجاز، مكة والمدينة وجدة. هنا احنا قدام أقدم وأضخم اقتصاد خدمات في العالم. لو فاكر إن الحج كان مجرد رحلة دينية وروحانية، فأنت محتاج تبص على الدفاتر. موسم الحج كان المعرض التجاري السنوي الأكبر في العالم الإسلامي. اقتصاد الحجاز كان مبني بالكامل على خدمة الحجاج، وظهرت هنا مؤسسات ونقابات احتكارية بتدير البيزنس ده، زي مؤسسة المطوفين، ودي الناس المسؤولة عن تسكين الحجاج وتوجيههم مقابل رسوم. وكمان نقابة المخرجين والجمالة، دول حرفيا أصحاب شركات النقل واللوجستيات اللي بيأجروا الجمال لنقل الحجاج من مينا جدة لمكة وبعدين للمدينة. ومش بس كده، كان في اقتصاد موازي اسمه تأمين الطرق. القبائل البدوية اللي عايشة في طريق الحج كانت بتاخد فلوس خوة من السلطات العثمانية أو من أمراء مكة عشان تضمن إن قوافل الحج ما تتسرقش. لكن اقتصاد الحجاز ما كانش بيعتمد فقط على فلوس الحجاج، ده كان مسنود لعقود طويلة على تمويل سيادي مباشر جاي من مصر، وكان معروف باسم السرة المصرية. مصر كانت بتبعت كل سنة مع محمل الكسوة مش بس قماش للكعبة، دي كانت بتبعت قافلة ضخمة شايلة أطنان من القمح والغلة وصرر مليانة ذهب وفضة بتتوزع كرواتب وإعانات على أهل مكة والمدينة عشان يقدروا يعيشوا. من الزاوية الاقتصادية، مصر كانت بتمثل شبكة الأمان الاجتماعي اللي بتسند اقتصاد الحجاز في سنين القحط قبل ظهور البترول. أما الضربة القاضية الحقيقية فجت من الناحية اللي ما كانش حد متوقعها. في عشرينيات القرن العشرين بيظهر رجل ياباني بيخترع طريقة لزراعة اللؤلؤ الصناعي. فجأة الأسواق العالمية اتغرقت بلؤلؤ ياباني رخيص وشكله بيرفكت، والنتيجة كانت انهيار تام ومفاجئ لصناعة الغوص في الخليج. في اللحظة دي شبه الجزيرة العربية كانت واقفة على حافة الموت، اقتصادها التقليدي بينهار والفقر بيضرب بقسوة. الناس دي كانت محتاجة معجزة، ومحتاجة كيان سياسي يوحد الموارد ويخلق نظام اقتصادي جديد ويحط حد للفوضى دي. وهنا وفي عز الضلمة بتبدأ تظهر في الأفق محاولات آل سعود، المحاولة الأولى والمحاولة التانية، اللي هندخل في كواليسهم دلوقتي ونعرف إزاي استخدموا التحالفات دي عشان يخلقوا أول كيان مركزي في قلب الصحراء، وإيه كواليس اللقاء التاريخي اللي كون أول درع اقتصادي للدولة السعودية. تخيل معايا إنك مقاول أو مهندس أو نجار شاطر وعايز تفتح ورشة أو تبني مشروع ضخم في منطقة كل شارع فيها عليه فتوة بياخد إتاوة بمزاجه، وكل فتوة له قانون لوحده وعملة لوحده. عشان تنجح في شغلك وتكبر لازم تقضي على الفتوات دول وتوحد المنطقة تحت قانون مركزي واحد يضمن لك الأمان. وده بالظبط التحدي المرعب اللي واجهه آل سعود في القرن ال18. سنة 1744 حصل أهم اندماج واستحواذ في تاريخ شبه الجزيرة العربية. في مدينة الدرعية الإمام محمد بن سعود كان أمير طموح وذكي، بس موارده الاقتصادية والعسكرية محدودة جدا بحدود وحده. وفي نفس الوقت الشيخ محمد عبد الوهاب كان مصلح ديني عنده مشروع قوي لتوحيد الله ونبذ البدع، بس كان محتاج قوة سياسية وسيف يحميه وينقذ مشروعه على الأرض. اللقاء التاريخي بينهم ما كانش مجرد تعهد ديني، ده كان بمثابة خلق دستور ونظام إداري جديد من الصفر. وفي كتاب أدب الدنيا والدين للعالم والمفكر المواردي حط روجيتا لبناء أي دولة قوية، وقال إنها بتحتاج دين متبع وسلطان قاهر وأمن عام. التحالف ده وفر الثلاثة مع بعض. من الزاوية الاقتصادية البحتة، الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد عبد الوهاب وفرت لآل سعود الغطاء التشريعي والأيديولوجي لكسر النظام القبلي القديم. طب يا ترى إزاي ده حصل؟ ركز معايا في الثلاث آليات دول لأنهم كانوا محرك النمو في الدولة السعودية الأولى. قبل التحالف ده الفلوس كانت بتتلم بشكل عشوائي، وكل أمير مدينة أو شيخ قبيلة بياخد اللي يقدر عليه ويصرف على مزاجه. التحالف ده خلى الزكاة ضريبة سيادية إجبارية بتدفع لجهة مركزية واحدة هي بيت المال في الدرعية. 2. الدولة الجديدة احتكرت حق استخدام القوة ومنعت الغزو العشوائي بين القبائل. البديل كان توجيه الطاقة العسكرية دي للجهاد وتوسيع رقعة الدولة. النتيجة الاقتصادية المباشرة لده طرق التجارة بقت آمنة تماما. التاجر اللي كان شايل قماش والنجار اللي بينقل الخشب والحداد اللي رايح يبيع بضاعته بقوا يقدروا يمشوا من أقصى الشرق للغرب من غير ما يدفعوا إتاوات. 3. مع التوسع المستمر وضم أقاليم جديدة زادت الغنائم والموارد. خمس الغنائم كان بيروح لبيت المال المركزي، وده عمل سيولة نقدية ضخمة خلت الدرعية تتحول من مجرد قرية طينية لمركز حضاري وتجاري ضخم بيجذب التجار والصناعية من كل مكان. الدولة دي كبرت بشكل مخيف لدرجة إنها سيطرت على معظم شبه الجزيرة، والأهم والمفصلي في القصة بتاعتنا إنها دخلت الحجاز وسيطرت على مكة والمدينة. وهنا الدولة السعودية الأولى داست على سلك عريان. السلك العريان ده كان الاقتصاد العثماني. الدولة العثمانية ما كانتش هتهتم كتير لو آل سعود سيطروا على صحراء نجد القاحلة
لكن السيطرة على الحجاز معناها أن العثمانيين فقدوا الشرعية الدينية كحمال الحرمين، والأخطر فقدوا إيرادات اقتصاد الحج اللي اتكلمنا عنه، وفقدوا السيطرة على خطوط التجارة الاستراتيجية في البحر الأحمر. عشان كده السلطان العثماني جاب أقوى ولاة إمبراطوريته، والي مصر محمد علي باشا، وقال له اقضي على الدولة دي بأي تمن. محمد علي بعت جيوش جرارة بقيادة ابنه طوسون وبعدين إبراهيم باشا. التاريخ الاقتصادي بيقدر إن محمد علي باشا صرف ملايين الفرنكات والريالات الفرنسية، أرقام فلكية بمقاييس القرن ال19. عمل خطوط إمداد لوجستية جبارة بتنقل الذخيرة والأكل من وادي النيل لقلب صحراء نجد. كانت حرب استنزاف اقتصادية مهولة انتهت بحصار الدرعية وتدميرها بالكامل سنة 1818. سقوط الدولة الأولى كان سببه الرئيسي إن الموارد الاقتصادية المحلية تمر، زكاة، غنائم ما قدرتش تصمد قدام آلة حرب إمبراطورية مدعومة باقتصاد زراعي وتجاري ضخم زي اقتصاد مصر في عهد محمد علي باشا. لكن آل سعود ما بياخدوش وقت طويل عشان يفوقوا. بعد كام سنة الإمام تركي بن عبد الله بيأسس الدولة السعودية الثانية، وبيخلي العاصمة الرياض بدل الدرعية اللي اتدمرت وبقت أطلال. الدولة الثانية حاولت تلعب بنفس الكتالوج الاقتصادي، لم شمل القبائل، فرض الزكاة المركزية، وتأمين الطرق للعمال والتجار. وفعلا نجحت لدرجة إنها استعادت أجزاء كبيرة جدا من نجد والمنطقة الشرقية. لكن المرة دي الضربة القاضية ما كانتش من بره، السقوط كان جاي من بيت نفسه. زي أي شركة عائلية ضخمة لما المؤسس بيموت وما بيسيبش خطة واضحة ومكتوبة للخلافة، ولاد الإمام فيصل تركي اللي هم عبد الله وسعود اتخانقوا على الحكم. الصراع ده ما كانش سياسي بس، ده كان في صميمه صراع على الموارد، مين يسيطر على دخل الواحات الغنية ومين يلم زكاة البدو. الحرب الأهلية دي عملت شلل اقتصادي كامل، التجارة وقفت والبدو رجعوا للغزو العشوائي وقطع الطرق. وفي اللحظة دي ظهر منافس جديد، عائلة الرشيد في حائل، اللي استغلوا الضعف الاقتصادي والسياسي ده وتحالفوا مع العثمانيين وقدروا يسقطوا الدولة الثانية تماما سنة 1891. الأمير عبد الرحمن بن فيصل آخر حكام الدولة الثانية لقى نفسه من غير جيش ومن غير دولة، والأهم من غير أي قاعدة اقتصادية أو موارد. فقرر ياخد أسرته ومن ضمنهم ابنه الشاب عبد العزيز ويطلعوا لاجئين سياسيين لمدينة الكويت اللي كانت وقتها إمارة تجارية بحرية مزدهرة جدا تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية. الطفل عبد العزيز اللي كان عنده وقتها حوالي 15 سنة عاش فترة شبابه في الكويت، وهناك شاف بعينه ازاي المراكب الإنجليزية بتنزل البضايع وازاي السياسة الدولية والتجارة العالمية بتدار. والأهم اتعلم الدرس القاسي اللي غير مجرى حياته: الشجاعة لوحدها والسيف لوحده والدعوة لوحدها مش كفاية لبناء دولة بتعيش. وتعلم هناك درس اقتصادي قاسي جدا: الدولة اللي ملهاش مينا وملهاش اقتصاد تجاري يربطها بالعالم الخارجي هي دولة محكوم عليها بالموت. لما قرر عبد العزيز انه يرجع يسترد الرياض كان محتاج حاجة واحدة أساسية عشان يبدأ: تمويل مبدئي. راح لأمير الكويت وقتها الشيخ مبارك الصباح وأقنعه يمول حملته. الشيخ مبارك ادى شوية جمال وشوية بنادق وكمان عدد قليل جدا من الفرسان، وده كان تمويل عالي المخاطر، لأن نسبة نجاح عبد العزيز في استرداد عاصمة محصنة ومحروسة بجيش تابع للرشيد كانت شبه معدومة. لكن في ليلة 15 يناير 1902 عبد العزيز بيعمل واحدة من أجرأ عمليات الاستحواذ العدائي في التاريخ ب40 راجل، وفي رواية تانية 63 راجل. بيتسلل الرياض وبيقتحم حصن المصمك وبيسترد العاصمة. لو بتسأل نفسك ازاي 40 راجل يغلبوا جيش كامل جوه حصن، الإجابة ببساطة إن عبد العزيز ما دخلش في حرب استنزاف خسرانة، هو استخدم تكتيك أقرب لعمليات القوات الخاصة. اتسلل للرياض بالليل في هدوء تام واستخبى في بيت مواجه لباب حصن المصمك. الهدف بتاعه ما كانش الجيش، التارجت كان المدير التنفيذي للفرع وهو حاكم الرياض عجلان. بمجرد ما عجلان طلع من الحصن الصبح عبد العزيز ورجالته انقضوا عليه وموتوه. في علم الإدارة والحروب بمجرد ما الراس بتسقط الهيكل كله بينهار. والحامية العسكرية بتاعت الرشيد كانوا مجرد مرتزقة وموظفين ولائهم للراتب مش للقضية، استسلموا على طول وسلموا الحصن. بس هنا بقى يا صديقي بتبدأ المشكلة الحقيقية اللي ما بيحكوهاش في قصص البطولات. عبد العزيز أخذ الرياض، حلو جدا، مبروك يا سيدي، بس الرياض سنة 1902 كانت مدينة مفلسة حرفيا، أسوارها متهدمة، أهلها فقراء، التجارة فيها شبه واقفة بسبب الحروب، ومطلوب منه دلوقتي يصرف على جيش بيكبر كل يوم عشان يحمي المدينة من الهجمات المرتدة بتاعة الرشيد. لكن عبد العزيز كان عارف إن الزكاة والتبرعات نقد مش هتكفي لتمويل حروبه اللي استمرت بعد كده أكتر من 30 سنة. هو محتاج مورد سيادي متجدد. الدولة الحبيسة في الصحراء لازم تتنفس، وعشان تتنفس لازم توصل للبحر،
وفي سنة 1913 بيعمل الملك عبد العزيز أهم ضربة اقتصادية في تاريخ الدولة السعودية قبل اكتشاف البترول: الاستحواذ على إقليم الإحساء. الإحساء ما كانتش مجرد واحة غنية بالتمور والعيون الجوفية، الإحساء كانت بتطل على الخليج العربي وفيها موانئ استراتيجية زي ميناء العقير والقطيف. بدخول الحساء عبد العزيز حط إيده على الجمارك، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 الملك عبد العزيز بيلعب شطرنج جيوسياسي واقتصادي بمنتهى الدهاء. الإمبراطورية العثمانية دخلت الحرب ضد بريطانيا. بريطانيا كانت مرعوبة على مصالحها في الهند والخليج، كانت بتدور على حلفاء أقوياء في المنطقة عشان يشغلوا العثمانيين وحلفائهم زي الرشيد. وهنا الملك عبد العزيز بيمضي مع الإنجليز معاهدة دارين في 26 ديسمبر 1915. المعاهدة دي لو بصينا لها كصفقة اقتصادية نقدر نعتبرها جولة تمويل. بموجب المعاهدة بريطانيا التزمت تدفع للملك عبد العزيز إعانة مالية شهرية حوالي 5000 جنيه استرليني، وده رقم ضخم جدا وقتها. لو حسبنا قيمتها الشرائية والتضخم النهاردة احنا بنتكلم في ملايين الدولارات سنويا، بالإضافة لإمدادات من السلاح والذخيرة. بريطانيا كانت بتشتري أمن مستعمراتها بالفلوس دي، لكن بالنسبة للملك عبد العزيز الفلوس دي كانت طوق النجاة والوقود الحقيقي لآلة التوحيد. الملك عبد العزيز كان فاهم سيكولوجية المجتمع القبلي أكتر من أي خبير اقتصادي تاني. هو عارف كويس إن الولاء في الصحراء غالي، وإن السيف ممكن يخلي القبيلة تخاف منك، لكن الذهب هو اللي بيخلي القبيلة تحبك وتدافع عنك. استخدم بذكاء الإعانات البريطانية وإيرادات جمارك الإحساء عشان يأسس نظام الشراهات. والشراهات دي عبارة عن منح مالية وعطايا دورية كان بيديها لشيوخ القبائل وكبار العائلات. بالمنظور السطحي ممكن أي حد يشوف إن دي رشوة سياسية، لكن في علم الاقتصاد السياسي ده كان أذكى نظام إعادة توزيع للثروة. أنا بدفع لك فلوس مستديمة مقابل إنك تبطل تغزو القبائل التانية، ومقابل إنك توفر لي مقاتلين وقت محتاجهم. النظام ده حول شيوخ القبائل من أمراء حرب مستقلين لمساهمين في الدولة السعودية. وهنا نجاح الدولة وبقائها بقى معناه استمرار التدفقات النقدية ليهم، وسقوطها معناها رجوعهم لفقر الصحراء والجوع. الملك عبد العزيز أدرك إنه طول ما الناس دي رحل بيلفوا ورا العشب مستحيل يبني دولة حديثة أو اقتصاد إنتاجي حقيقي. كان لازم يطوع الجينات البدوية المتمردة ويحولها لترس في مكنة الدولة. وهنا جت الفكرة العبقرية المرعبة، الفكرة اللي هتقلب الموازين الاجتماعية في الجزيرة العربية للأبد وتأسس أقوى جيش عقائدي، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي في مشروع الهجر. لو سألت أي خبير اقتصادي أو خبير تخطيط استراتيجي النهاردة إيه هي أصعب مهمة ممكن تواجه أي حد بيبني دولة أو شركة من الصفر، هيقول لك فورا وبدون تفكير تغيير ثقافة الناس وتغيير نمط حياتهم الاقتصادي. تقدر تبني مصنع في شهرين 3، بس عشان تقنع ناس متعودة على الفوضى إنها تلتزم بمواعيد وقوانين ده محتاج معجزة. الملك عبد العزيز واجه المشكلة دي بشكلها الأكثر تطرفا. البنية التحتية للدولة اللي بيحاول يبنيها كانت بتعتمد على القبائل البدوية. البدوي يا صديقي بطبيعة حياته القاسية راجل حر ما يحبش القيود، ولاقوا الأول والأخير للقبيلة وشيخها، وراس ماله كله بيتلخص في قطيع الإبل والأغنام اللي بيملكه. عشان يأقل القطيع ده لازم يفضل يتنقل ويترحل طول السنة ورا أماكن نزول المطر والعشب. البدوي بيحارب معاك، ولما المعركة تخلص بياخد الغنيمة ويفك الخيمة ويختفي في الصحراء. الملك عبد العزيز كان عارف إنه طول ما الناس دي بتتحرك الدولة دي مش هتقوم، لازم الناس دي تستقر ولازم تتزرع في الأرض. عالم الاجتماع العراقي الكبير دكتور علي الوردي ليه مقولة بتشخص الحالة دي بالملي. بيقول المجتمع البدوي لا يعترف بالدولة إلا إذا كانت أقوى من القبيلة. الملك عبد العزيز كان عارف إنه لازم يكسر قوة القبيلة دي ويحولها لقوة تابعة للدولة. وهنا جت فكرة مشروع الهجر، واللي بعتبره شخصيا أعظم وأخطر عملية إعادة هندسة اجتماعية واقتصادية حصلت في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. سنة 1912 بتبدأ أول تجربة عملية للمشروع ده في مكان اسمه الأرطوية. الفكرة ببساطة إن الملك كان بيبعت علماء دين للقبائل البدوية يقنعوهم إن حياة الغزو والسلب والنهب دي حرام شرعا. بمجرد ما مجموعة من البدو تقتنع بالفكرة دي الملك يخصص لهم أرض فيها بير مية جوفية ويقول لهم ابنوا بيوتكم هنا واستقروا. التجمعات دي اتسمت الهجر، اللي بتعبر عن الهجرة من حياة البادية لحياة الاستقرار. والناس اللي سكنت فيها تسموا الإخوان أو إخوان من طاعة الله، عشان ولائهم بقى لله ثم للدولة مش للقبيلة. دي بقى كانت ضربة المعلم الحقيقية. بناء جيش نظامي دائم في أي دولة في العالم هو أكبر بند بيشفط الميزانية. أنت محتاج تبني سكنات وتوفر لهم أكل وشرب كل يوم وتدفع مرتبات شهرية. دولة عبد العزيز ما كانش عندها رفاهية الفلوس دي. مشروع الهجر وفر له جيش احتياطي مرعب
ومجاني تقريبا. مشروع الهجر كبر بسرعة مهولة، وفي خلال سنين قليلة بقى في أكتر من 200 هجرة متوزعين في أنحاء شبه الجزيرة. بالآلة العسكرية الرخيصة والفعالة دي وبالاستقرار السياسي النسبي اللي حققه الملك عبد العزيز، بص على الخريطة وحدد هدفه الجاي. من سنة 1924 ل 1925 الملك عبد العزيز وجيشه بينفذ الاستحواذ الأكبر في تاريخ شبه الجزيرة العربية. الاستحواذ على إقليم الحجاز، مكة والمدينة وجدة. ولو بصينا للحدث ده من الزاوية السياسية أو الدينية، فهو استكمال لتوحيد أراضي شبه الجزيرة وتأمين المقدسات الدينية. إقليم الحجاز كان بيمثل النفط القديم، الرئة اللي بتتنفس منها المنطقة كلها. بمجرد ما الملك عبد العزيز دخل الحجاز، عمل أول وأهم إجراء اقتصادي لضمان تعظيم الأرباح، وهو الأمن المطلق. ولكن الاستقرار الاقتصادي والسياسي ده كان مهدد بخطر داخلي مرعب: جيش الإخوان نفسه. بمجرد ما الملك عبد العزيز دخل الحجاز وبقى مالك معترف بيه دوليا، بدأ يرسم حدود سياسية رسمية لدولته، والتزم بمعاهدات تمنع الغزو الخارجي. لكن الإخوان ما بيعترفوش بالكلام ده، واعتبروا أن التوسع لازم يستمر، وكانوا عايزين يكملوا غزو في أراضي العراق والكويت اللي كانت تحت حماية الإمبراطورية البريطانية. الملك عبد العزيز لقى نفسه قدام خيارين أمر من بعض: يا إما يسيب الميليشيا دي تجر الدولة الناشئة لحرب خسرانة مع الإنجليز تدمر الاقتصاد اللي لسه بيبنيه، يا إما يكسر أقوى دراع عسكري بنى بإيده. وبعقلية رجل الدولة اللي بيحمي اقتصاده، الملك انحاز للمؤسسة. وفي سنة 1929 في معركة السبلة الشهيرة، بيقود الملك جيشه الرسمي ويضرب جيش الإخوان ويفككهم للأبد. اللحظة دي كانت إعلان صريح لانتصار عقلية الدولة والاقتصاد على عقلية الميليشيا والقبيلة. الملك يدوب بياخد نفسه بعد ما أمن استقرار دولته من جوه وبره. وفي نفس السنة 1929 بتحصل الكارثة اللي غيرت تاريخ الكوكب. في أكتوبر 1929 حصل انهيار بورصة وول ستريت في نيويورك، وبدأ الكساد العظيم. انت هنا ممكن تسألني يا صديقي وتقول لي: واحنا مالنا؟ ايه اللي جاب انهيار أسهم شركات أمريكية في نيويورك لبدوي عايش في خيمة في نجد، أو مطوف في مكة، أو نجار في الرياض؟ وهنا بتظهر عبقرية وتشابك سلاسل الإمداد العالمية. تأثير الفراشة الاقتصادي كان مرعب. انهيار أمريكا معناه توقف المصانع، وتوقف المصانع معناه إنهم بطلوا يستوردوا مواد خام. إندونيسيا وماليزيا والهند، أكبر كتل إسلامية في العالم، كانوا بيعتمدوا في اقتصادهم على تصدير المطاط والمواد الخام لأوروبا وأمريكا. لما المصانع الأمريكية قفلت، العمال والمزارعين المسلمين في آسيا اتخرب بيتهم وفقدوا وظائفهم. ولما المسلم الأندونيسي أو الهندي يفلس، مش هيقدر يحوش فلوس عشان يروح يحج. الضربة كانت قاضية. أعداد الحجاج انهارت بشكل كارثي. أرقام الحجاج اللي كانت بتكسر حاجز 100,000 حاج سنويا نزلت ل 20,000 حاج بس. الرقم ده معناه إن 80% من إيرادات الحجاز اتبخرت في الهواء. وفي اللحظة دي الدولة السعودية الناشئة لقت نفسها بتواجه شبح الإفلاس الحرفي. الوضع كان مأساوي للطبقات العاملة. المطوف في مكة اللي كان مجهز سكن وأكل الحجاج ملقاش حد يسكنه فاستدان. الجمال اللي كان بيأجر جماله لنقل الحجاج قعد عطلان. والحداد والنجار والبنا شغلهم وقف تماما، لأن مفيش حد معاه سيولة أو كاش يبني أو يشتري. أما على مستوى الدولة فالخزنة المركزية نشفت. رواتب الموظفين الحكوميين اتأخرت بالشهور. وهنا لازم نذكر شخصية أسطورية في التاريخ السعودي: الشيخ عبد الله السليمان، أول وزير مالية في تاريخ المملكة. الراجل ده لقى نفسه وزير مالية لدولة خزنتها فاضية تماما، ومن كتر الفقر وانعدام الموارد، السليمان كان بيحتفظ بإيرادات الدولة القليلة جدا في صندوق خشب تحت سريره، وبيصرف منها بالحباية. الأسوأ من كده إن الملك عبد العزيز كان ملزم بدفع الشراهات اللي هي الإعانات للقبائل البدوية عشان يحافظ على ولائهم ويمنعهم إنهم يرجعوا تاني للغزو والتمرد. الملك لقى نفسه مضطر استلف من كبار التجار في الحجاز زي عائلة علي رضا، واستلف من البنك الوحيد اللي كان شغال في جدة وقتها، البنك التجاري الهولندي، اللي كان موجود أساسا عشان يخدم الحجاج الإندونيسيين التابعين للاستعمار الهولندي. الدولة السعودية اللي تأسست بالدم والعرق والذكاء السياسي كانت هتموت من نقص السيولة. وهنا الملك عبد العزيز بعقلية السي او الناجح اللي بيواجه أزمة وجودية لشركته، أدرك إن الاعتماد على منتج واحد هو الحج، أو مورد واحد مرتبط بتقلبات الاقتصاد العالمي، هو انتحار اقتصادي. وكان لازم يطبق القاعدة اللي قالها أبو الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب: لا استقلال سياسي حقيقي بدون استقلال اقتصادي. وهنا الملك كان لازم يعمل تنويع لمصادر الدخل فورا وبأي تمن. بص للصحراء بتاعته وسأل نفسه: ايه اللي ممكن نطلعه من الأرض دي ينقذنا؟ أول حاجة فكر فيها كانت المية عشان يزرع ويحقق أمن غذائي. وتاني حاجة كانت المعادن، ذهب، فضة، عشان يسق عملة وطنية ويسدد ديون الدولة.
سنة 1931 بيستضيف الملك عبد العزيز رجل أعمال أمريكي مهتم بالأعمال الخيرية اسمه تشارلز كرين. الملك بيطلب منه يبعت له مهندس جيولوجي خبير يدور له على مياه جوفية ومعادن في أرض الحجاز ونجد. كريم بيبعت له مهندس تعدين أمريكي اسمه كارل تويتشل. تويتشل بيلف شبه الجزيرة ما بيلاقيش أنهار مياه جوفية تكفي لزراعة ضخمة، بيلاقي شوية ذهب قديم في مناجم من أيام العباسيين مهد الذهب. لكن هو بيلف في منطقة الإحساء والمنطقة الشرقية بيلاحظ حاجة غريبة جدا، بيلاحظ تسربات سودة وتكونات صخرية شبه اللي شافها في تكساس والمكسيك. تويتشل بيرجع للملك عبد العزيز بتقرير هيغير مجرى كوكب الأرض، ويقول له أنا ما لقيتش مية تكفي، بس أنا متأكد إن تحت الرمل ده في بحر من الثروة في نفط. وفي اللحظة دي بتبدأ أعظم لعبة بوكر جيوسياسية في القرن العشرين. إزاي الملك عبد العزيز هيستغل الكنز ده؟ وليه هيرفض الإنجليز ويدخل الأمريكان من غير ما يضرب طلقة واحدة؟ وده اللي هنفجره مع بعض دلوقتي. لما تويتشل همس في ودن الملك عبد العزيز إن في دهب أسود تحت الرمل، الملك ما كانش عنده الرفاهية إنه يستنى. بس أنت عشان تطلع بترول من بطن الأرض سنة 1932 أنت محتاج تكنولوجيا معقدة جدا ومعدات حفر تقيلة ومهندسين، والأهم محتاج راس مال مخاطر بيلعب بالملايين، مستعد يرمي فلوسه في صحراء محدش ضامن هيطلع منها حاجة ولا لأ. الدولة السعودية الناشئة ما كانتش تمتلك أي حاجة من دول. الحل الاقتصادي الوحيد كان نظام عقود الامتياز، ونظام الامتياز ده ببساطة معناه إن أنا كدولة هأجر لك حتة أرض تدور فيها على بترول على حسابك، لو ما لقيتش أنت اللي شلت الليلة وخسرت فلوسك، لو لقيت هتدفع لي نسبة من الأرباح زائد إيجار سنوي زائد مبلغ كاش مقدم بمجرد التوقيع عشان أحل أزماتي دلوقتي. وفي الوقت ده الإمبراطورية البريطانية كانت هي صاحبة الكلمة في الشرق الأوسط. شركاتهم زي شركة النفط الإنجو فارسية اللي كلنا عارفينها النهاردة باسم بريتش بتروليوم كانت محتكرة نفط إيران والعراق. الإنجليز كانوا شايفين إن السعودية دي مضمونة في جيبهم، فلما راحوا يفاوضوا الملك عبد العزيز راحوا بتعالي وغرور. المندوب البريطاني ستيفن عرض على الملك مبلغ هزيل جدا 5000 جنيه استرليني بس كمقدم. الإنجليز كانوا بيبصوا للموضوع على إن إحنا كده كده أسياد المنطقة وهتاخدوا اللي ندفعه لكم. هنا بتظهر العبقرية السياسية والاقتصادية للملك عبد العزيز. قرر يعمل حاجة بنسميها في البيزنس كسر الاحتكار بخلق منافسة. فتح الباب للأمريكان. دخلت شركة ستاندر أويل أوف كاليفورنيا اللي هتبقى بعدين أرامكو. الأمريكان ما كانش ليهم أي أطماع استعمارية في المنطقة وقتها، كانوا جايين كتجار بيدوروا على التوسع. المندوب الأمريكي لويد قعد على الترابيزة وقدم العرض اللي غير التاريخ. 35,000 جنيه دهب إنجليزي تدفع فورا كاش، وقرض ب20,000 جنيه دهب، وإيجار سنوي 5000، بالإضافة لنسبة من كل برميل بترول يطلع. ال5000 جنيه دهب دول بالنسبة لدولة خزينتها بتعاني من الإفلاس بسبب الكساد العظيم ما كانوش مجرد عرض تجاري، دول كانوا قبلة الحياة اللي أنقذت ميزانية البلد كلها. الملك عبد العزيز وافق فورا. طب ليه؟ مش بس عشان العرض المالي الأمريكي كان أضعاف العرض الإنجليزي، لكن لسبب جيوسياسي أعمق. الملك عبد العزيز كان عارف إن بريطانيا إمبراطورية لها أطماع في الأرض والتدخل في السياسة، ولو دخلت تتحكم في اقتصاد بلده هتتحكم في قراره السيادي. لكن الأمريكان كانوا شركة خاصة جاية تكسب وتمشي. وبدأت رحلة الحفر. الأمريكان بقوا يجيبوا المعدات ويحفروا بير ورا التاني، وكل الآبار كانت بتطلع ناشفة أو فيها مية أو بترول ما يكفيش للإنتاج التجاري الضخم. الأمريكان بدأوا ييأسوا، والإدارة في أمريكا كانت بتفكر تسحب التمويل وتلغي المشروع، لحد ما جت سنة 1938 وعند بئر اسمه بئر الدمام رقم 7. بعد ما حفروا الأعماق غير مسبوقة الأرض كشفت عن بحر من البترول بكميات تجارية ضخمة. البير ده اتسمى بئر الخير، ومن اللحظة دي تاريخ المملكة وتاريخ الكوكب كله اتغير. لكن خلونا ننزل من مستوى الملوك والشركات العملاقة ونبص على الطبقة العاملة، النجار والحداد والغواص والبدوي. ايه اللي حصل للناس دي بمجرد ما البترول طلع؟ شركة أرامكو ما كانتش مجرد شركة بتطلع زيت وتبيعه، دي كانت بمثابة دولة موازية بتبني بنية تحتية. أرامكو عشان تشتغل كانت محتاجة طرق ومواني وأنابيب وبيوت للمهندسين ومستشفيات ومدارس للعمال. الغواص اللي خسر وظيفته في البحر بعد اختراع اللؤلؤ الصناعي الياباني لقى نفسه بيمضي عقد عمل مع أرامكو وبياخد راتب شهري ثابت بالريال ومأمن على حياته. النجار والبنا والحداد في أقاليم المملكة لقوا شغل ما بيخلص في بناء مدينة الزهران والمجمعات السكنية التابعة للشركة. والأول مرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية بيظهر مفهوم الطبقة العاملة النظامية. ناس بتصحى الصبح تروح شغل بمواعيد محددة وتاخد أجازة أسبوعية وتقبض راتب مستقر تقدر تشتري بيه من السوق وتحوش منه.
الاقتصاد اتحول من اقتصاد مقايضة وندرة وغزو لاقتصاد نقدي رأس مالي. وهنا التاريخ بيسجل ولادة حيتان الاقتصاد السعودي من رحم الطبقة الكادحة. شاب اسمه محمد بن لادن بدأ حياته كعامل بسيط بيشيل الطوب على كتفه في ميناء جدة. وشاب تاني اسمه سليمان العليان بيبدأ كعامل مستودعات بسيط بياخد يوميته من أرامكو. العمال دي بذكائهم وعرقهم استغلوا الطفرة وأسسوا إمبراطوريات مجموعة بن لادن ومجموعة العليان. البترول وفر للملك عبد العزيز السيولة اللي كان بيحلم بيها عشان يحول الكيان الناشئ لدولة مؤسسات. قدر يبني جيش نظامي حديث ويأسس وزارات ويبني مدارس، والأهم إنه قدر يعفي الحجاج من الرسوم ورجع ينعش الحجاز من تاني. اللقاء اللي حكينا عنه في الأول على ظهر المدمرة الأمريكية سنة 1945 كان تتويج للقصة دي، إعلان رسمي بأن السعودية بقت حليف استراتيجي وشريك أساسي في الاقتصاد العالمي. لكن وكعادة التاريخ الاقتصادي مفيش حل سحري بيدوم للأبد من غير ما يخلق مشاكل جديدة. الأمريكان كانوا بيسيطروا على البترول والسعودية عايزاه يرجع لحضنها. إزاي السعودية قدرت تعمل أهدى وأخطر عملية في التاريخ بدون طلقة واحدة؟ في الخمسينيات والستينيات العالم العربي كله كان بيغلي بحركات التحرر الوطني. دول كتير في المنطقة قررت إنها تتخلص من الشركات الأجنبية اللي بتنهب مواردها، ولجأت للحل السريع الثوري، التأميم. على الورق ده قرار وطني وعظيم، لكن على أرض الواقع الاقتصادي النتيجة كانت كارثية في معظم الأحيان. الشركات الأجنبية دي بتسحب الخبراء والمهندسين بتوعها، بتوقف توريد قطع الغيار، ترفع قضايا في المحاكم الدولية، وبتعمل حصار اقتصادي وبتخش مع الدول دي في حروب. لكن القيادة السعودية كان ليها رأي تاني وعقلية تانية خالص. بدل ما يضربوا كشاف في وش الأمريكان ويطردوهم ويخسروا كل حاجة، قرروا يلعبوا لعبة أذكى بكتير، لعبة بنسميها في عالم الشركات الاستحواذ المتدرج. اللعبة دي كان بطلها الأول واحد من أشرس الشخصيات في تاريخ النفط، المهندس عبد الله الطريقي، أول مهندس بترول سعودي، واللي الصحافة الغربية سمته الشيخ الأحمر بسبب شراسته. الطريقي اللي كان من مؤسسين منظمة أوبك قعد مع الأمريكان وقال لهم باختصار: عصر إنكم تاخدوا البترول ببلاش انتهى، الأرباح هتتقسم 50-50، والسعودية هتبدأ تشتري في الشركة حصص بفلوسها. وفعلا في السبعينيات اشتروا 25% من أسهم أرامكو، وبعدها بكام سنة اشتروا نسب كمان لحد ما وصلوا ل 60%. وفي الثمانينيات كملوا الاستحواذ وبقت أرامكو سعودية بنسبة 100%. يعني الشركة اللي اشتروها بالهداوة بقيمتها السوقية النهاردة بتكسر حاجز ال 2 تريليون دولار كأكبر شركة نفط في العالم كله، وده حصل من غير ما بير بترول واحد يقف. السيطرة الهادية دي على أرامكو مهدت الطريق للحظة اللي السعودية قررت فيها تستخدم الاقتصاد كسلاح دمار شامل. سنة 1973 وتحديدا مع اندلاع حرب أكتوبر المجيدة، الملك فيصل بن عبد العزيز أخذ قرار تاريخي وطني قلب موازين القوى العالمية. الغرب كان بيدعم الكيان بالذخيرة والسلاح، فالملك فيصل قرر يقطع عنهم الدم اللي بيمشي في عروق مصانعهم، أعلن الحظر النفطي. ولما الغرب حاول يضغط على السعودية ويهددها بقطع العلاقات والتكنولوجيا، رد عليهم بجملته التاريخية المرعبة اللي قلبت الترابيزة لما قال: لقد عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود إليهما. الجملة دي ما كانتش مجرد تصريح سياسي، دي كانت إعلان للاستغناء الاقتصادي التام، وده اللي رعب الغرب. القرار ده عمل زلزال مالي وصناعي في العالم. العربيات في أمريكا وأوروبا وقفت طوابير بالكيلومترات، محطات البنزين فضيت والمصانع عطلت. النتيجة الاقتصادية المباشرة: في شهور قليلة سعر البترول اتضاعف 4 مرات، نط من حوالي 3 دولار ل 12 دولار مرة واحدة. الضربة دي نقلت السعودية من مربع دولة غنية بتبيع مورد طبيعي لمربع تاني خالص، قوة مالية عالمية. الخزنة السعودية فاضت بمئات المليارات من الدولارات في وقت قياسي جدا. وهنا ظهر المصطلح المرعب البترو دولار. الكلمة دي مش مجرد وصف، دي اتفاقية غيرت شكل كوكب الأرض. البترو دولار ما تمش إعلانه في يوم وليلة. في يوليو 1974 أمريكا بعتت وزير الخزانة بتاعها ويليام في رحلة سرية جدا للسعودية. المهمة اللي كانت بتدار في الغرف المغلقة كانت واضحة: إقناع السعودية باستثمار مليارات البترول في سندات الخزانة الأمريكية، مقابل إن أمريكا توفر لهم حماية عسكرية وتكنولوجيا حديثة، بشرط إن الاتفاق ده يفضل سري. السعودية وأمريكا وصلوا لمعادلة اقتصادية عبقرية. السعودية هتبيع البترول بتاعها للعالم كله بالدولار الأمريكي وبس. وبالمناسبة الاتفاق ده هو اللي خلى الدولار يركب ويسيطر على الاقتصاد العالمي لحد يومنا ده. ولو عايز تفهم بالظبط ازاي الاتفاق ده خلى أمريكا تطبع ورق من الهوا وتتحكم في رقبة العالم كله، احنا اتكلمنا بالتفصيل في حلقة كيف ابتلعت أمريكا العالم، هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف أو في الآي اللي فوق. المهم، لأن أي دولة محتاجة طاقة بقت مجبرة تشتري دولار الأول، وفي نفس اللحظة حول السعودية من مجرد بائع للنفط
لبنك ضخم بيمول أقوى اقتصاد في العالم. عشان تتخيل حجم السيولة، ميزانية السعودية اتضاعفت بأرقام فلكية، لدرجة إن قدرة الاقتصاد المحلي الاستيعابية ما كانتش قادرة تهضم الفلوس دي كلها. فجأة الدولة لقت نفسها قدام جبال من الكاش، ومطلوب منها تحول الكاش ده لأسفلت ومستشفيات وجامعات ومطارات ومدن صناعية كاملة تتبني من الصفر في قلب الصحراء. بس عشان تبني كل ده بالسرعة دي، انت مش بس محتاج فلوس، انت محتاج ملايين العمال. البلد كانت محتاجة مهندسين ودكاترة وحرفيين عشان تعرف تعمل طفرة تغير شكل التركيبة السكانية والاقتصادية. وده بالظبط اللي هياخدنا لعصر الطفرة والرفاهية والقنبلة الموقوتة اللي كانت بتكبر كل يوم وعملت فخ كبير للدولة. زي ما قلنا، بعد صدمة أسعار البترول في السبعينيات، السعودية لقت نفسها قاعدة على جبال من الكاش. عشان تتخيل حجم الجبل ده، الإيرادات النفطية زادت بحوالي 25 ضعف من سنة 1970 لسنة 1979. لكن في عالم الاقتصاد، الفلوس لوحدها ما بتعملش حضارة. الفلوس دي مجرد ورق أو أرقام في البنوك. عشان الأرقام دي تتحول لواقع، أنت محتاج تحولها لخرسانة ومواسير وكهرباء ومواني ومدن كاملة تطلع من الرمل. المشكلة الهيكلية اللي واجهت السعودية وقتها إن التعداد السكاني كان قليل، والعمالة الفنية المدربة على بناء بنية تحتية حديثة بالحجم المرعب ده كانت شبه معدومة. وهنا بدأ عصر بنسميه عصر الطفرة. السعودية فتحت أبوابها لأكبر هجرة عمل في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. ملايين البشر توافدوا على المملكة، المهندس والنجار والسباك كانوا بيبنوا العماير والمدارس، والدكتور والمدرس من الشام ومصر كانوا بيشغلوا المستشفيات والمدارس دي. ومصر هنا ما كانتش بتبعت مجرد عمال ومقاولين، مصر صدرت حاجة أغلى بكتير: رأس المال الإداري والبشري. الخبراء المصريين والمستشارين القانونيين والمدرسين وأساتذة الجامعات هم اللي حطوا بذرة السيستم، هم اللي أسسوا الدواوين وصاغوا القوانين الحديثة وحطوا المناهج الدراسية وبنوا منظومة الإذاعة والإعلام. من الزاوية الاقتصادية، ده ما كانش مجرد توظيف، ده كانت دورة اقتصادية إقليمية كاملة ومتبادلة المنفعة. السعودية بقت هي المحرك الاقتصادي للشرق الأوسط كله. الصنايعي والمهندس اللي شغال في الرياض أو جدة كان بيحول جزء من مرتبه لبلده. تحويلات العاملين بالخارج بقت هي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في دول كتير. بيوت كاملة ومشاريع وجوازات اتأسست في دول كتير من وراء طفرة البترول السعودي. لكن في وسط ورشة العمل العملاقة دي، المواطن السعودي نفسه كان موقعه إيه من الإعراب؟ الدولة السعودية عشان توزع الثروة دي على مواطنيها أسست نظام اقتصادي بنسميه الدولة الريعية. النظام ده ببساطة عبارة عن عقد اجتماعي غير مكتوب بين الدولة والمواطن. الدولة قالت للمواطن: الثروة دي بتاعت البلد، واحنا هنوفر لك حياة فيها أقصى درجات الرفاهية، تعليم مجاني بالكامل، وكمان هنصرف لك مكافأة وانت بتدرس، علاج مجاني في أحدث المستشفيات، أراضي وقروض سكنية ميسرة، بنزين وكهرباء ومية مدعومين لدرجة إن تمنهم شبه معدوم، والأهم من كل ده مفيش أي ضرائب على الدخل نهائيا. طب والمواطن هيشتغل إيه؟ هنا ظهرت فكرة الوظائف الحكومية المضمونة. القطاع العام اتضخم جدا عشان يستوعب الخريجين السعوديين في وظائف إدارية مريحة برواتب مجزية وساعات عمل قليلة. على المدى القصير والمتوسط، النظام ده عمل يوتوبيا، جنة على الأرض. المواطن عايش في رفاهية، والعمالة الوافدة بتبني وتنفذ، والمقاولين بيكسبهم. لكن وسط الفلوس والخرسانة دي حصل زلزال في سنة 1979 غير شكل المجتمع السعودي لل40 سنة اللي بعدها. سنة 1979 ما كانتش سنة عادية، دي كانت سنة الثالوث المرعب. الدولة لقت نفسها فجأة محاصرة ب3 كوارث في نفس اللحظة. من الداخل، حادثة اقتحام الحرم الملكي على إيد جوهيمان العتيبي وجماعته. ومن الشرق، الثورة الإيرانية اللي بدأت تصدر فكرة إنها قائدة العالم الإسلامي وتهاجم الخليج. ومن الشمال، الغزو السوفيتي لأفغانستان. الحوادث دي متجمعة ما كانتش مجرد تمرد أمني، دي كانت ضربة في صميم شرعية الدولة وبتهدد مشروع الطفرة كله. وعشان الدولة تمتص الصدمة دي وتسحب البساط من تحت إيران وتحافظ على استقرارها، حصلت حاجة نقدر نسميها صفقة مجتمعية جديدة. الدولة قالت للمؤسسة الدينية المحافظة: احنا هنكمل في التحديث الاقتصادي وبناء المدن واستيراد التكنولوجيا، لكن في المقابل هنسلمكم المجال الاجتماعي والثقافي بالكامل. وهنا بدأت فترة الصحوة الإسلامية. المجتمع قفل على نفسه جدا، السينمات اتقفلت، الفنون اتجمدت، والمناهج الدراسية اتغيرت. بقى في انفصام غريب، انت بتشوف أحدث ناطحات سحاب وتكنولوجيا أمريكية، بس جوه مجتمع محافظ جدا بيرفض أي مظهر من مظاهر الانفتاح. الصفقة دي وفرت استقرار سياسي واجتماعي، سمح لعجلة الاقتصاد إنها تكمل دوران في عصر الطفرة، بس خلقت تركيبة مجتمعية حساسة جدا لأي تغيير. لكن الانغلاق المجتمعي ده ما كانش مجرد حالة ثقافية، ده خلق ثقب أسود في الميزانية بنسميه في الاقتصاد تسرب الأموال للخارج.
المواطن السعودي اللي انت وفرت له رواتب ضخمة ورفاهية عالية ما كانش لاقي أي متنفس ترفيهي أو سياحي جوه بلده يصرف فيه فلوسه. النتيجة مليارات الدولارات كانت بتهرب بره الاقتصاد كل سنة. المواطن بياخد ثروة البترول ويطير يصيف ويصرف في أوروبا أو دول الخليج التانية المنفتحة. الثقب ده بيفسر لك جدا لرؤية 2030 النهاردة بقت بترمي ثقل مرعب في قطاع الترفيه وموسم الرياض والسياحة. الهدف الأكبر ما كانش مجرد حفلات وتغيير شكل المجتمع، الهدف الاقتصادي الحقيقي هو حبس الفلوس دي جوه البلد عشان الدورة الاقتصادية تكتمل والمواطن يصرف فلوسه جوه بلده. كده بقى عندنا صورة كاملة للثمانينيات والتسعينيات، بنية تحتية جبارة بتتبني بعمالة وافدة، أموال بالمليارات بتتسرب للخارج، ومواطن متوفر له أقصى درجات الرفاهية والوظائف الحكومية المضمونة. لكن زي ما احنا متعودين دايما بندور بين السطور. هندسة الرفاهية الاقتصادية دي تحديدا كانت بتخلق مرض صامت في جسم الاقتصاد السعودي. لما تخلق نظام بيضمن لك وظيفة حكومية مريحة مدى الحياة، انت بتفصل المواطن عن عجلة الإنتاج الحقيقي. المفكر المصري دكتور عبد الوهاب المسيري عبر عن الأزمة دي بجملة دقيقة جدا لما قال التحديث ليس مجرد استيراد للأشياء، بل هو بناء للإنسان الذي يصنع الأشياء. اللي حصل إن النظام الريعي استورد التكنولوجيا وبنى العماير واستورد العمالة، بس نسي يبني الإنسان المنتج اللي يقدر يشغل المكنة دي لو البترول خلص. القطاع الخاص، الشركات والمصانع والمقاولات بقى معتمد بنسبة 90% على العمالة الأجنبية. ورغم ان في مسؤولين وشخصيات عظيمه زي الدكتور غازي القصيبي وزير الصناعه وقتها والعراب الاكبر للاداره السعوديه حاربوا بشراسه عشان يبنوا مدن صناعيه عملاقه زي الجبيل وينبع، ويأسسوا صناعات بتروكيماويه ضخمه زي شركه سابك عشان ينقذوا البلد من فخ البترول ويشغلوا الشباب. الا ان تيار الوظيفه الحكوميه المريحه والقطاع العام كان اقوى واسرع من اي محاوله للتصنيع. القطاع العام بقى مليان موظفين الدوله بتدفع لهم رواتب من مبيعات البترول. التركيبة دي ممتازة ومريحة، بس بشرط واحد، إن أسعار البترول تفضل عالية للأبد. لكن التاريخ الاقتصادي علمنا إن مفيش سلعة سعرها بيفضل عالي للأبد. ولما نيجي عند سنة 2014 وتنهار أسعار البترول بشكل مرعب، سعر برميل البترول اللي كان كاسر حاجز ال$100 نزل يدق في ال$30. الدولة بتكتشف إنها بتنزف. فاتورة الرواتب والدعم الحكومي لوحدها كانت بتبلع أكتر من 50% من إجمالي ميزانية الدولة، في حين إن الإنتاج الفعلي غير النفطي شبه ضعيف. وهنا ناقوس الخطر ضرب العقد الاجتماعي القديم، وهندسة الرفاهية دي ما بقتش قابلة للاستدامة، لأنهم لو استمروا كده الاحتياط النقدي هيتبخر. وهنا بالظبط كان لازم يظهر مشرط الجراح عشان يعمل عملية مؤلمة بس حتمية عشان ينقذ البلد من مصير الإفلاس. العملية دي هي اللي بنسميها دلوقتي رؤية 2030، وده اللي هنشوفه دلوقتي عشان نفهم المعادلة الصعبة اللي بتعيشها السعودية دلوقتي واللي اختارت الطريق ده. وهل الجراحة دي هتنقذ المريض ولا هتموته؟ تعالوا نبص على الأرقام الأخيرة. لما أسعار البترول انهارت في 2014 السعودية لقت نفسها قدام حقيقة اقتصادية مرعبة. هي بتدفع ضريبة المرض الهولندي وفخ الدولة الريعية مع بعض في نفس الوقت. المرض الهولندي خلى الاقتصاد معتمد على مورد واحد وتجاهل التصنيع، وفخ الدولة الريعية خلى المواطن متعود إن الدولة هي الأب الضامن لكل حاجة. ودي ما كانتش مجرد نظريات في الكتب، دي بقت حقيقة بتنهش في عظم الميزانية. الدولة لقت إن فاتورة الرواتب والدعم بقت أضخم من قطرة برميل البترول على تغطيتها. وهنا كان القرار إن الاستمرار في نفس الطريق معناه الانتحار الاقتصادي المؤكد. وفي إبريل 2016 وبقيادة الأمير محمد بن سلمان اللي كان وقتها لسه ولي العهد، والأهم إنه كان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ظهرت خطة التحول الأضخم في تاريخ المملكة، رؤية 2030. رؤية 2030 لو حطيناها تحت ميكروسكوب الاقتصاد هنلاقي إنها محاولة صريحة لخلق دولة سعودية رابعة. هي محاولة صريحة لتمزيق العقد الاجتماعي القديم، دولة الرفاهية المجانية، وبناء عقد جديد قائم على الإنتاج والضرائب وتنويع مصادر الدخل. الفكرة ببساطة إزاي نفك الارتباط العضوي بين ميزانية الدولة وسعر برميل البترول. الدولة بدأت تفرض ضرائب زي ضريبة القيمة المضافة، رفعت الدعم تدريجي عن الطاقة، وبدأت تجبر الشباب السعودي إنه ينزل يشتغل في القطاع الخاص وينافس. المهندس السعودي والنجار والفني والمحاسب ما بقاش ينفع يستنى الوظيفة الحكومية المريحة، بقى لازم ينزل سوق العمل الحقيقي ويثبت كفاءته عشان يقبض. وفي نفس الوقت الدولة فتحت أبوابها للسياحة العالمية والترفيه، وبدأت تضخ مئات المليارات في مشاريع تكنولوجية مستقبلية. لكن زي أي تحول جذري في تاريخ الأمم، الرؤية دي مش ماشية في طريق مفروش بالورد، والمجتمع الاقتصادي والسياسي سواء جوه أو بره مقسوم نصين تماما حوالين اللي بيحصل، وكل معسكر له حجج اقتصادية قوية جدا. تعالوا مع بعض نشوف الرأيين. المعسكر الأول المتفائل، الناس اللي مأيدة الرؤية دي بقوة، شايفين إن اللي بيعمله محمد بن سلمان هو الإنقاذ الحتمي والأخير،
الرؤية دي بتقول إن العالم كله رايح للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، ولو السعودية فضلت معتمدة على البترول لحد سنة 2050 البلد هتفلس حرفيا وهيرجعوا لزمن الخيام. هما شايفين إن تنويع مصادر الدخل وفتح البلد للسياحة وتطوير صندوق الاستثمارات العامة عشان يشتروا أصول في كل شركات العالم من أوبر للألعاب الإلكترونية للرياضة هو ده بوليصة التأمين الحقيقية للأجيال اللي جاية. ولو مهتم كنا عملنا حلقة بالتفصيل اتكلمنا فيها عن خطة صندوق التريليون السعودي، هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف أو في الآي اللي فوق. المهم إنهم بيستدلوا بالأرقام. الإيرادات غير النفطية للمملكة اتضاعفت بشكل غير مسبوق، يعني ارتفعت من حوالي 163 مليار ريال سنة 2015 وكسرت حاجز ال 400 مليار ريال ما بين 2024 و2026. السعودية بقت مركز إقليمي بيجذب الشركات العالمية إنها تفتح مقراتها الإقليمية في الرياض. التغيير ده بالنسبة ليهم جراحة مؤلمة بس ضرورة لإنقاذ حياة المريض. وعلى الناحية التانية تماما المعسكر التاني في ناس وخبراء اقتصاديين شايفين اللي بيحصل ده مخاطرة مرعبة ممكن تخرب البلد. من الناحية الاقتصادية هم شايفين ان ضخ مئات المليارات من الدولارات من صندوق الاستثمارات في مشاريع عملاقة غير مجربة هو رهان خطير جدا. لو المشاريع دي ما قدرتش تجذب الاستثمار الأجنبي المتوقع وما جابتش العائد الاستثماري المطلوب، الدولة هتكون استنزفت الاحتياط النقدي وثروة الأجيال الجاية في الصحراء. خصوصا ان تقارير صندوق النقد الدولي بتقدر ان السعودية لسه محتاجة ان سعر البرميل يفضل فوق حاجز ال 80 لل 90 دولار هو سعر التعادل النفطي عشان الميزانية ما تعملش عجز. من الناحية الاجتماعية والسياسية المعسكر ده بيحذر من سرعة التغيير. الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة كلهم اتبنوا في الأساس على التحالف الوثيق بين آل سعود والمؤسسة الدينية التقليدية. التغيير الانفتاحي السريع جدا وتهميش التحالف ده لصالح الترفيه والحداثة ممكن يخلق شرخ اجتماعي في بلد محافظ بطبعه، والخوف هنا ان الفلوس دي تخلص قبل ما الاقتصاد غير النفطي يقف على رجله، وفي نفس الوقت يكونوا خسروا القاعدة الاجتماعية الصلبة اللي أسسها الملك عبد العزيز. الخلاصة يا صديقي، سواء كنت مع الرأي الأول وشايفها عبقرية ورؤية مستقبلية أو مع الرأي الثاني وشايفها مخاطرة غير محسوبة ممكن تضيع الثروة، فالحقيقة الثابتة والدرس الأهم اللي بنخرج بيه من الملحمة دي إن شبه الجزيرة العربية عمرها ما كانت مجرد صحراء هادية لقوا فيها بترول بالصدفة. دي أرض اتولدت من رحم الصراعات والأزمات الاقتصادية والتحولات الحادة، من اقتصاد الندرة والمجاعات لغزو القبائل وصناعة الغوص على اللؤلؤ، من تحالف السيف والدعوة لتأمين طرق التجارة واستغلال الكساد العظيم، ومن خيمة الملك عبد العزيز على ظهر الطراد الأمريكي لناطحات السحاب ومشاريع الذكاء الاصطناعي في الرياض. القصة باختصار عمرها ما كانت قصة حظ، دي قصة بشر حاربوا أشرس بيئة في العالم عشان يعيشوا، واستخدموا كل أدوات الاقتصاد المتاحة في عصرهم عشان يبنوا امبراطورية اقتصادية بتتحكم في شرايين العالم. وفي النهاية التاريخ الاقتصادي بيمشي على قاعدة ابن خلدون الذهبية: الدول كالبشر تولد وتنمو وتهرم ومن لا يتجدد يندثر. ده كان تاريخ المملكة، ودلوقتي جه دوركم تفتكروا السعودية هتنجح في فك الارتباط بالبترول ولا لسه محتاجين وقت أطول؟ مستني إجاباتكم اللي بتكمل الصورة في التعليقات، وهتابعها بنفسي لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. وحابب أشكر كل اللي بيدعمونا بالانضمام لعضوية القناة أو السوبر سانكس أو انستا باي، وشكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الكومنت الإيجابي والشير واللايك. ما تنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.